منذ استرجاع العيون استثمرت الدولة في المنطقة جهدا عمرانيا كبيرا أنتج اليوم نقاطا عمرانية جديدة في المدينة: الوفاق و25 مارس والوحدة بشطريها الأول والثاني. هذه الجهود أشرفت عليها شركة التهيئة العمران للجنوب لتصل نسبة الإنجاز 25% على مساحة 600 هكتار شاملة 16500 بقعة في العيون. بالنسبة لشركة العمران بخصوص البرنامج السكني الجديد كيهدف إلى تجهيز 614 هكتار بمحتوى 16750 بقعة أرضية وبتكلفة ديال 1272 مليون ديال الدرهم. العيون كانت أول المدن المستفيدة من التهيئة الكاملة قبل سنتين بتمويل وصلت مراحله إلى نحو 95%، وهو ما أهلها لتصبح بدون صفيح يوليوز 2008. جهد كبير في منطقة لم تعرف في الماضي سوى بنمط الترحال غير المدعم لإحداث أقطاب حضرية كبرى. هذه المشاريع مكنت من إنجاز أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، منها 32 ألف وحدة بقعة أرضية مجهزة و8000 مسكن. بمدينة العيون لوحدها استفادت من 24500 بقعة مجهزة وأكثر من 7000 مسكن. منذ إحداث الوكالة الحضرية للعيون سنة 1997 قامت هذه الأخيرة بتغطية كافة مدن ومراكز الجهة بوثائق التعمير الضرورية، كما قامت الوكالة الحضرية أيضا بتأطير ومواكبة البرنامج السكني الجديد لمدينة العيون وبوجدور وطرفاية. هذا البرنامج وجهود الماضي حولت العيون إلى قطب عمراني واقتصادي ومكان مؤهل للاستثمار والاستقرار.